في وسط السما رويس كان فاقد الوعي وكان بيقع بسرعه كبيره جدا، فبيفوق في الوقت المناسب وبيفتح المظله قبل ما يقع على الاشجار، فبيقع على الارض يغمى عليه، وبعد شويه بيفوق وبيكتشف انه ما يعرفش المكان اللي هو فيه ولا وصل هنا ازاي، وكان معاه اسلحه. في اللحظه دي بيقع راجل تاني جنبه اسمه كوتشيلو وكان عضو في عصابه مكسيكيه، فبيوجه سلاحه ناحيه رويس. في اللحظه دي بيقع واحد تالت بينهم، المظله بتاعته ما اتفتحتش فبيموت اول ما بيخبط في الارض، فبينضرب عليهم نار، فبيجري رويس بسرعه علشان يتفادى الرصاص، وبيقدر انه يظهر ورا الشخص اللي بيضرب نار عليهم واسمه نيكولاي، وكان جندي روسي، واخر حاجه فاكرها انه كان في الحرب. وبنعرف ان رويس وكوتشيرو حصل معاهم كده برضه، وانهم مش فاكرين ايه اللي حصل، وانهم ظهروا في السماء فجاه. بتظهر قناصه اسمها ايزابيل وبتوجه السلاح ناحيتهم، وقالت لهم انها راحت لغابات كتير بس الغابه دي اول مره تشوفها، وقالت لهم كمان انها شافت ناس كتير نازله من السماء، فاتفقوا انهم يتحركوا مع بعض علشان يدوروا على باقي الناس. وهم ماشيين كان في واحد بيراقبهم اسمه هانزو، وده كان عضو في الياكوزا، وهو ماشي وراهم بينزل في الطين، فبيقرر انه يمشي حافي. المجموعه وهي بتتحرك في الغابه بيلاقوا راجلين بيتخانقوا مع بعض، واحد اسمه ستانس وده كان محكوم عليه بالاعدام، والتاني اسمه مومباسا كان تبع منظمه في جنوب افريقيا. بعد شويه بيقرروا انهم ينهوا الخناقه ويفضلوا مع بعض علشان يبقى عددهم كبير. ستانس قال لهم ان في شخص على الشجره هو الدكتور ادوين كان متعلق على الشجره لان المظله بتاعته شبكت فيها. رويس انقذه لما بيضرب نار على الشجره، فبيقع في بحيره، فبدا ادوين يحكي قصته هو كمان. المجموعه بدات تتحرك تاني في الغابه علشان يستكشفوا مكانهم، وهم ماشيين شافوا هانز واقف في مكانه مش بيتحرك زي ما يكون شاف حاجه، وفعلا كان في حاجه شكلها غريب وكان في عظم كتير. نيكولاي قال لهم ان ده نوع من انواع الاختبار، لكن ايزابيل كان ليها راي تاني وقالت انهم مش كلهم عسكريين. كوتشيلو كان مفكرها فديه وكانوا مفكرين انهم ماتوا ودي حياه تانيه، لكن رويس قال لهم مش مشكله السبب، المهم اننا نشوف طريقه نهرب بيها من المكان. المجموعه بدات انها تمشي ورا رويس، وهم ماشيين في الغابه نيكولاي بيشوف ورده وكان لسه يمسكها، لكن ادوين بيمنعه بسرعه وبيعرفوا ان النوع ده سام وبيسبب شلل تام. ايزابيل طلبت من رويس انهم يرتاحوا شويه وبدات تعمل تجربه في الميه على ورقه الشجره علشان تعرف اتجاههم، لكن الورقه كانت بتلف في كل الاتجاهات. فرويس قال لها ان الشمس ما اتحركتش من ساعه ما ظهرت، فكده التحرك هيبقى صعب. رويس قال لها كمان انهم كلهم مقاتلين وده معناه انه تم اختيارهم. بعد ما المجموعه ارتاحت قرروا انهم يتحركوا. بعد شويه من المشي بيقابلهم قفص كان متغطي، فبيكتشفوا انه فاضي وكان باين عليه انه كان في كائن جواه ونزل معاهم من السماء. ولما بصوا لفوق بيشوفوا مجموعه من الاقفاص متعلقه على الشجر، وده معناه ان في حد معاهم. بتكمل المجموعه مشي، وفجاه منبسط بيقع في فخ بالغلط، فبيقع عليهم جذع شجره ضخم ومجموعه من الخشب بتقع عليهم، وكمان كان في فخ دب ضخم لكن بيقدروا يهربوا. ايزابيل كانت بتهرب فبتقع في حفره، لكن بتمسك في فرع شجره على اخر لحظه، فبيجري عليها رويس علشان يلحقها قبل ما تقع على الافخاخ. بعد ما طلعت مسكت سلاحها واستخدمت المنظار علشان تشوف الشخص اللي عمل الافخاخ، وبتكتشف انه ميت، فبيعرف ادوين انه ميت من اسبوعين بسبب حالته. نيكولاي فتش جيوبه وبيعرف انه كان جندي في القوات الخاصه الامريكيه، وبيفهم رويس ان الافخاخ مش معموله ليهم لكن معموله لحاجه اكبر بكتير، وده بسبب حجم الافخاخ. لما رجعوا يتحركوا تاني منبسط بيحس ان في حاجه بين الاشجار لكن بيتجاهلها، وفعلا كان في حد بيراقبهم بالاشعه تحت الحمراء وكان بيكرر اي حاجه بيقولوها. بعد شويه قدروا يوصلوا لاخر الغابه، ولما بيبصوا للسماء بينصدموا لما شافوا كواكب ونجوم غريبه، فبيعرفوا انهم مش على كوكب الارض. رويس قرر انهم لازم يوصلوا للشخص اللي وصلهم لهنا ويطلبوا منه يرجعهم تاني. بترجع المجموعه للغابه وفجاه بتظهر طياره بدون طيار قريبه منهم، فبيخاف ستان لانه مش معاه سلاح وهدد منباسط. وقبل ما يحصل معركه بينهم بيسمعوا صوت جاي من الغابه. في اللحظه دي ظهر وحش وكان بيجري ناحيتهم، فبتفتح المجموعه النار عليه وفعلا بيقدروا يقتلوه، لكن كان في وحش تاني جاي عليهم، فجري ادون وستانس لان مش معاهم سلاح، فبيجري وحش ورا ستانس بس بتقتله ايزابيل في الوقت المناسب. وقت ما كان نيكولاي وهانزو بيخلصوا على وحش تاني، رويس بيقدر انه يقتل واحد منهم بالسكينه، بس بيهجم وحش تاني على ستانس وكان بيحاول انه يدافع عن نفسه بالسكينه، فبيوصل منباسط وبيقتله. ادون كان بيحاول ينقذ نفسه فطلع على الشجره. في الوقت ده كان الوحش رايح على ايزابيل وفكرت انها تقتل نفسها، لكن بيحصل صوت صفاره في المكان فبتهرب الوحوش كلها فجاه من المكان. المجموعه بتتجمع من تاني وبيكتشفوا ان في حد بيطاردهم، وان الوحوش دي عباره عن كلاب صيد علشان يعرفوا قوتهم ويدرسوا تحركاتهم. الكوكب كان عباره عن ارض صيد، والكائنات اللي جت في الاقفاص دي بتكون الفريسه. فجاه وهم بيتكلموا بيلاحظ منبسط ان في شخص مفقود، وسمع صوت كوتشيلو وكان بيطلب المساعده، فبيروح ورا الصوت وبيلاقوا قاعد على الارض لانه كان متصاب. ايزابيل حاولت انها تقرب منه علشان تساعده بس بيمنعها رويس وقال لها ان ده فخ، وبيثبت لها لما رمى حجاره. ستانس قال لها ان مفيش حاجه يقدروا يعملوها علشان ينقذوه. باقي المجموعه كانوا موافقين على كلامه، ولما بيمشوا بتقرر ايزابيل انها تقتله علشان تنهي معاناته وبتضرب النار عليه، لكنها برضه بتسمعه بيطلب من المساعده فبتهرب من المكان. وبنعرف انه كان ميت طول الوقت، وان الصوت ده كان متسجل عن طريق الصياد اللي كان بيراقبهم. المجموعه بتكمل مشي، وبعد شويه رويس بدا انه يحلل تحركات الوحوش وفكر ان الصياد عايزهم يجروا عشان يعرف يصطادهم، فبيقرر يروح ورا الوحوش ويتتبع اثرهم علشان يعرف يوصل للصياد. وفعلا بعد شويه بيوصلوا المعسكر وكان في جثث متعلقه في كل مكان، فبينصدموا لما بيشوفوا وحش ضخم مربوط في الشجره. رويس لاحظ رد فعل غريب من ايزابيل لما شافت الوحش. نيكولاي كان بيقرب منه وخبطه بسلاحه، فجاه بيصرخ عليهم لانه كان حي. ايزابيل قالت لهم انهم لازم يمشوا بسرعه من المكان، لكن ادون لاحظ ان رويس هرب من المكان
المكان. فجأة ظهرت مجموعة من الرماح وقتلت مومباسا، فخرج رويس وبدأ يضرب نار على الوحش، فبدأ الفريق انهم يضربوا نار هم كمان، وبسبب الضرب الكتير في كل مكان بيظهر الوحش، وكان مستخدم نظام تخفي. المجموعه بدات انها تهرب من المكان، وكان الوحش بيضرب عليهم بالليزر، فكان بيعمل انفجارات في كل مكان، وهم بيجروا بيقعوا من فوق الجبل وبينزلوا في النهر علشان يهربوا من الوحش. لكن ما كانوش يعرفوا ان في طياره بدون طيار صورتهم وحددت مكانهم. الطياره رجعت للمخيم تاني، وبيظهر 3 وحوش مفترسه. لما بيدخلوا الكهف ايزابيل بتضرب رويس لانه استخدمهم كطعم، لكن رويس ما كانش مهتم لانه كان عايز يعرف مين اللي بيجري وراهم ويعرف اساليبهم وقوتهم. رويس كلمها عن رد فعلها لما شافت المفترس، وانها اتفاجئت لما شافته، واتهمها انها تعرف عنه حاجه. ايزابيل اعترفت وقالت انها سمعت عن قصه عن الكائن ده سنه 87. رويس كان عنده خطه وعرضها على الفريق، والخطه كانت انهم يعملوا منطقه دفاعيه ويجبروا الوحوش دي انها تدخل المنطقه علشان يقدروا يخلصوا عليهم. الفريق كان موافق على الخطه، وبدا انهم يجهزوا مكان في الغابه. ايزابيل كانت ملاحظه حركه بين الاشجار، لكن ما كانش في حد بيهجم عليهم. رويس قال لهم ممكن يكونوا عرفوا ان في فخ، فغيروا الخطه واستخدموا ادوين كطعم، وبدا يجري في الغابه علشان الوحش يجري وراه. في اللحظه دي ايزابيل كانت بتستعد علشان تضرب الوحش بسلاحها، ولما الوحش انضرب اتجمعوا حواليه، اكتشفوا انه مش المفترس ولكن وحش تاني من اللي كانوا في الاقفاص. لكن المفاجاه ان ايزابيل غلطت في الهدف وضربت في الشجره، وفجاه سمعوا صوته بيظهر مفترس وهو متخفي ورا رويس. فلما بيخلع القناع بيطلع شخص عادي اسمه نولاند، فطلب منهم ما يعملوا الصوت علشان المفترسين ما يسمعوش صوتهم. نولاند كان متابع المجموعه من وقت ما نزلوا، وبيقول لهم ان في عاصفه جايه، وبيرجع معاهم للمخبأ بتاعه في سفينه فضائيه مهجوره. نولاند كان جندي في الجيش ونزل المكان ده في صندوق من 10 مواسم، وهو الوحيد اللي قدر انه يفضل عايش، ومن وقتها وهو مستخبي، وكان باين عليه ان وجوده في المكان اثر عليه لانه كان بيتكلم مع حد مش موجود. نولاند كان بيعرف معلومات عن المفترس من وقت ما قتل منهم 2، كان بيقدر يستخبى منهم مجرد ما بيقلل حراره الجسم، لان دي الطريقه الوحيده اللي بيشوفوا بيها. وقال لهم كمان ان في مشاكل بين نوعين من المفترسين، وده بيوضح ليه كان في واحد منهم مربوط وقت ما شافوه، وفي كل موسم كان بيجي ضحايا جدد، وبيجي كمان 3 مفترسين ومعاهم تقنيات جديده للصيد لانهم كانوا بيتطوروا. رويس فهم انه لو استمرت الحيوانات انها ترجع كل موسم فده معناه ان في سفينه فضائيه في المكان حواليهم، لكن نولاند بيعرفوا انهم مش هيعرفوا يسوقوها وبيسيبهم وبيروح ينام. الفريق قاعد يتكلم مع بعضه. نيكولاي طلع صوره ولاده وبيوريها لادوين، والسادس بيظهر وشم شكله غريب. هانزو بيلاقي سيف ساموراي وبيحتفظ بيه، فبيعرف ادوين انه بيعرف يتكلم انجليزي رغم انه ما اتكلمش معاهم خالص، فبيوري له ايده وباين عليها انه فقد صبعه عقابا ليه بسبب كتر الكلام. ايزابيل قالت لرويس انه تم اختيارهم لانهم على الارض هم المفترسين، وبكده الوحوش كمان مفترسه، لكن رويس كان كل اهتمامه انه يلاقي السفينه، وكان معتقد انه يقدر يقنع المفترس اللي كان مربوط انه يطير بيها لانه عدو للمفترسين التانيين. فجاه بيظهر دخان في المكان، واكتشفوا ان نولاند هرب وكان الباب مقفول. ادوين كان مفكر ان نولاند عايز يقتلهم علشان ياخد حاجتهم، لكن نولاند كان بره بيحاول يشعل النار. رويس فجر قنبله في الحيطه فبيهرب نولاند، لكن الحيطه مش بتتكسر. رويس ما كانش يقصد انه يكسر الحيطه، لكن كان بيعمل كده علشان يعمل انفجار ويطلع صوت يسمعه المفترسين القريبين من المكان، وفعلا بينجح في الخطه. نولاند وهو بيهرب بيظهر قدامه المفترس وبيفجره بالليزر. بعد كده المفترس راح لمكان الانفجار وكان بيضرب في الحيطه علشان يقدر يدخل لهم، لكنه ما عملش كده وكان بيتلعب بيهم. رويس حاول انه يقرب من الفتحه وبيضرب شعله مضيئه علشان يتاكد ان مفيش حد. المجموعه خرجت من المكان وقدروا انهم يهربوا من الاوضه، وكانوا بيحاولوا يشوفوا طريقه للخروج. المكان كان ضلمه جدا، وهم خارجين ادوين بينفصل عنهم بالخطا وبدا انه يصرخ ويعلي صوته علشان حد ينقذه، فبيطلع شعله وبيلفت انتباه المفترس، فبيسمع صوت حد موجود في الظلام، فبيهرب من المكان بسرعه، فبيقدر انه يوصل للمجموعه وبيطلب منهم المساعده، لكن بيقرروا انهم يهربوا من غيره. في اللحظه دي بيظهر المفترس قدام ادوين، وقبل ما يهجم عليه فبيظهر نيكولاي وبيساعده. ادوين هرب وكان نيكولاي بيحارب المفترس، لكن المفترس بيقضي عليه. نيكولاي انتهز الفرصه وفجر نفسه هو والمفترس. الانفجار كان شديد جدا لدرجه انه عمل هزه في السفينه. المجموعه اخيرا كانت خرجت في الوقت المناسب، وبدا ستانيس يحتفل علشان المفترس مات. فجاه بينضرب من ظهره من المفترس اللي بدا انه يظهر نفسه، وكان موجه الليزر على رويس ولسه هيقتله، فبيظهر ستانيس وبدا انه يضرب فيه وطلب من باقي المجموعه انها تهرب. المفترس كان غضبان علشان فقد حارسته، فبيرمي ستانيس على الارض وخلص عليه وخرج عموده الفقري، وبدا انه يعمل صوت وبيجذب انتباه المفترس الثالث اللي بدا انه يتتبع المسار المجموعه واثار رجليهم. في اللحظه دي هانزو عرف ان في حد بيتابعهم وطلب من باقي المجموعه انهم يهربوا، وهو هيفضل وراهم علشان يكسب لهم وقت. هانزو خلع هدومه وطلع سيف الكتانه وكان بيستعد انه يواجه المفترس، وفعلا بيظهر المفترس وبتبدا بينهم معركه شرسه. وعلى الرغم ان الكائن كان مسيطر، لكن هانزو ما استسلمش وكان بيهاجم بكل قوته، وبعد شويه من الضرب بيقعوا هما الاثنين على الارض وبيموتوا هما الاثنين. في نفس الوقت ادوين بيقع في فخ ومش بيعرف يمشي. رويس قال له ان الفخ ده اتعمل علشان يمسك العدو مش يقتله، فادوين بقى عبء عليهم لانه صعب يتحرك، فاقترح رويس انهم يسيبوه ويمشوا. فادوين بيطلع صوره عيله نيكولاي وتظهر انهم عيلته. ايزابيل كانت رافضه انها تتخلى عن ادوين، فبيضطر
رويس انه يمشي ويسيبهم. رويس بيوصل للمعسكر وبدا يتكلم مع المفترس المربوط وعرض عليه الحريه مقابل انه يغادر الكوكب. لما اتاكد ان المفترس قدر انه يفهمه بيقطع السلاسل من عليه، فبيمسك المفترس رويس من رقبته وبعد ما فحصه بيسيبه وبياخد قناعه وبيفحص معداته. المفترس بيشغل الخريطه بتاعه الكون وبيظهر كوكب الارض وبيتفق مع رويس قبل ما يستدعي سفينه الفضاء. في الوقت ده ايزابيل كانت بتساعد ادوين على المشي، فبيقع في فخ، فبيظهر المفترس وبيسحبهم للمخيم وبيرميهم في حفره قبل ما يلاحظ ان المفترس اللي كان مربوط مش موجود في المكان. فبيبدا قتال بين المفترسين. رويس استغل الفرصه وجري ناحيه السفينه. وقت ما كانت السفينه بتطير كانت المعركه شغاله، وبعد شويه بيقدر المفترس انه يتغلب على المفترس الضعيف اللي كان مربوط وقطع راسه. بعد ما المفترس احتفل بالنصر بيفجر السفينه الفضائيه قبل ما تبعد عن المكان. وفي الحفره ايزابيل كانت بتقول لادوين انها مش ندمانه لانها فضلت مساعدته، فبيغدر بيها ادوين وبيهجم عليها من وراها بالمشرط اللي كان عليه سم. اتضح ان ادوين قاتل ومختل عقليا وفكر نفسه في بيت وسط الوحوش، فقرر انه يفضل على الكوكب ده وكان لسه هيخلص على ايزابيل. فبيظهر رويس في الوقت المناسب واتضح انه مركبش السفينه. رويس ساعد الاثنين انهم يطلعوا من الحفره، وكانت ايزابيل عايزه تقول له على ادوين لكن السم كان اقوى منها وكانت متخدره. بعد ما بعدوا عن الحفره رويس كان بيفحص ايزابيل وحاول ادوين انه يضربه من ظهره، لكن رويس كان اسرع منه وقدر انه يخلص عليه. وبعد كده بدا انه يفخخ ادوين علشان يقدر يجذب انتباه المفترس. وفعلا لما راح المفترس ناحيه ادوين بيحصل انفجار قوي لدرجه ان المفترس طار بعيد من قوه الانفجار، ومجرد ما فاق بيلاقي رويس واقف قدامه. رويس بدا يستخدم حيل علشان يشتت المفترس، وفعلا كان بيولع النار في كل مكان وبيستخبى بينها، فالمفترس مش بيشوف حاجه لانه مش بيشوف غير بالاشعه تحت الحمراء. بعد كده رويس بيمسك الفاس وبدا انه يجري ويضرب في المفترس ويدخل بين النار تاني، وكان بيعمل ده كل شويه. بعد ما المفترس انضرب كتير بيقرر انه يركز على نبضات القلب علشان يقدر يحدد مكان رويس، وفعلا ضرب نار على شجره كان رويس مستخبي وراها وقدر انه يصيبه، فبدا انه يضرب ويرمي رويس في كل مكان. وقبل ما يقتله ايزابيل كانت بتحاول انها توصل للسلاح بتاعها وبتضرب النار عليه وقدرت انها تصيبه، لكن كان لسه عايش فضرب على كتفها. رويس استغل الفرصه وانقض عليه وبدا انه يضربه لحد ما خلص عليه وقطع راسه. بعد كده رويس وايزابيل بيتجمعوا مع بعض وبيشوفوا الموضوع بيبدا من تاني، وفي اقفاص بتنزل من السماء زي ما حصل معاهم، فبيقول لها انهم لازم يشوفوا طريقه يخرجوا بيها بره الكوكب. وهنا بينتهي فيلمنا. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام.